السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا شباب، أنا بقالي الفترة دي أنا قاعد بس عايز أعرف أنت كطالب ثانوية عامة واقف فين؟ أنت مذاكر إيه ومش مذاكر إيه؟ طيب أنت ذاكرت ونسيت ولا أنت مراكم خالص؟ طيب يا حبيبي، بعد ما أفهم الخطوة دي أنا كده حددت المشكلة اللي أنا عايز أعالجها. أنا عرفت أنا مش مذاكر إيه وإيه اللي أنا مذاكره وإيه اللي محتاج إن أنا أبذل فيه مجهود كبير قوي عشان أكون منتبه ليه. بعد ما حددت الفكرة دي أنا جايب لك بلان كويس قوي لكل المواد وهنمشي عليها بإذن الله. إذا كنت أدبي، إذا كنت علمي علوم، إذا كنت علمي رياضة، ايا كان انت مين، احنا باذن الله هنعالج الخطوه بتاعتك دي. قرب عليا وتعالى. بص يا صاحبي، هجيب ورقه وتقسمها لثلاث اقسام. الجزء الاول اللي انت متمكن منه، الجزء التاني مذاكره بس نص ونص، الجزء التالت انا مش مذاكره خالص. وهنمسك ماده هنمسك العربي مثلا. الجزء الاول مثلا في العربي انا متمكن مثلا من واحد اتنين تلاته، اكتب الواحد اتنين تلاته انت متمكن منه. الخطوه التانيه، الخانه التانيه، اكتب اللي انت مذاكره نص ونص. الخانه التالته اكتب اللي انت مش مذاكره. خش بعد كده على الانجليزي. الانجليزي انا متمكن مثلا من يونت 1 و 2 و 3، اكتب يونت 1 و 2 و 3. مذاكر بس نسيت، اكتب مثلا في الجزء التاني اللي هو متمكن منه بس نص ونص. الجزء التالت اللي انا مذاكرتوش خالص اكتب انت مش مذاكره. طيب يا احمد، التصنيف ده هيعرفني ايه؟ هيعرفني ان انا مذاكره واللي مش مذاكره، ايه اللي انا محتاج ابذل فيه مجهود زياده عشان اركز عليه، وهكذا. بعد ما وصلت للخطوه دي تعالى الخطوه التانيه على طول. انا جايب لك بلان كويسه هنمشي عليها. بص يا صديقي، هنبدأ بإيه؟ أنا مثلا عندي 5 مواد. أنا مثلا علمي علوم مثلا. علمي علوم مثلا أنا مذاكر العربي كويس، مذاكر الإنجليزي كويس، بس ما ذاكرتش الفيزياء خالص، ما أعرفش عنها حاجة، فنركز على الفيزياء الأول. تمام؟ ما ذاكرتش الحقيقة خالص، فنركز على الحقيقة الأول. ما ذاكرت مش عارف إيه، هنركز على اللي أنت ما ذاكرتوش الأول. طيب يا احمد، انا وقت قليل، بص حاول تركز، حاول دلوقتي تتصدم من اللي انت ما ذاكرتوش. وفي الايام بتاع المراجعات النهائيه احنا باذن الله انت هتلاقي مليون مدرس بينزل لك فيديوهات، مليون مدرس بيشرح كويس، فانت مش محتاج غير دلوقتي انك تتصدم باللي انت ما ذاكرتوش، ما تقعدش تاجله. فانت روح وواجه، روح واجه اللي انت ما ذاكرتوش. طيب بعد ما ذاكرت ده، او انا بعد ما ذاكرت، بعد ما ركزت على ده، ايه يا احمد اللي ركز عليه تاني؟ بص يا صاحبي، انا جايب لك فيديوهات كويسه قوي، اقسم بالله الماتيريال دي انت لو ركزت على الكلام اللي انا بقوله وركزت عليه انت هتستفاد قوي وهتعدي وهتنجز حاجات كتير قوي. بص يا صاحبي، انا جايب لك العربي. انا نبدا اول حاجه عربي، انجليزي، فرنساوي، اللي هي الثلاث لغات بتاعتنا. العربي هنسمع فيها خلاصه الخلاويص لمستر محمد صلاح. طيب يا احمد، ده شرح 2025، شرح 2025 بس كافي في كل اللي انت محتاجه، في كل التفاصيل اللي انت محتاجها. طيب انا يا احمد هسمعه امتى؟ لو انت مش مذاكر عربي خالص وانت ضايع في العربي، فروح ذاكر العربي. فاهمني؟ الماده اللي انت مش مذاكرها خالص وخايف منها قوي، روح واجه خوفك ده، روح واجه الماده اللي انت مش مذاكرها. طيب يا احمد، العربي اسمع مين؟ خلاصة الخلويص مستر محمد صلاح. انت لو عارف حد يعني شرح احسن من كده ممكن تدل لزمايلك، تكتب في الكومنتات في مدرس فلاني الفلاني بيشرح كذا، وممكن تجيب كمان اللينك بتاع القناه بتاعته، وهكذا. حاول نساعد بعض. خش على ماده الفرنساوي، في ميسيو اسمه اكرم ابراهيم. كل الفيديوهات دي هتظهر قدامك على الشاشه. اسمه اكرم ابراهيم، شارح كل اجزاء الفرنساوي بكل تفاصيلها، بكل الحاجات. لو انت مش مذاكر اصلا او انت ما تعرفش حاجه عن الفرنساوي فالفيديو ده هيفيدك قوي. الفيديو ده موجود قدامك على الشاشه. نخش بعد كده على الانجليزي. الانجليزي انا حاولت ان انا هجيب لك فيديوهات كتير قابلتها، بس انا اكتر فيديو لقيته متمكن منه هو مستر انجليشاوي. بص هو جاي شرح ايه؟ كل الجرامر، بس مش شرح بس، هو بيشرح الفكره دي بيحل عليها على طول، بيشرح الخطوه دي يحل عليها على طول، بيشرح التركايه دي بيحل عليها. فانت بتاخد المعلومه بتحل عليها، بتطبقها عليها في نفس اللحظه، فالمعلومه بتثبت. طب يا احمد الجرامر كله طب يا احمد، ما انا محتاج اسمع احفظ كلمات. دي بقى هتيجي منك انت الحل الجرامر هتلاقيه قدامك. الكلمات دي انت هتعمل ايه؟ هو بيشرح جرامر يونت 1. جيب الكتاب اللي معاك واقعد اسمع يونت 1، ذاكر يونت 1، احفظ يونت 1، حل على يونت 1 من على النت، او حل على يونت 1 مع نفسك، وهكذا. وروح حل مع انت اسمع الجرامر اللي هو بيتشرح وحل معاه. هو كده كده اصلا محلول معاه، فانت لو عايز تحل كمان اضافي فده احسن لك. فانا الانجليزي انجليشاوي شارح كل المنهج، وهتلاقيه برضو قدامك على الشاشه. كده احنا خدنا عربي، خدنا فرنساوي، خدنا انجليزي. يبقى العربي خلاص الخلاويص لمستر محمد صلاح، الفرنساوي ميسيو اكرم ابراهيم برضو فيديو قدامك على الشاشه، انجليشاوي في الانجليزي. نخش على الفيزياء. الفيزياء محتاجه ترابط افكار وفهم عميق. طيب يا احمد، انا مش مذاكر الفيزياء خالص بس خايف يا احمد. طيب انا في فكره قدامي حلوه قوي، في فيديو لمستر بتاع هنذاكر اونلاين. المستر ده او القناه دي اقسم بالله من اهم القنوات اللي كنت دايما بسمع عليها وكان دايما بتفيدني. المعلم ده بقى شرح ازاي؟ انا بقول معلم لانه بجد معلم. جايب الفيزياء، جايب لك كل حاجه مهمه في الفيزياء.
شارحها وجايب عليها مثال، فانت بتفهم وبتحل، بتفهم وتحل، بتفهم وتحل، وهكذا. طب يا احمد، ما هي ممكن مثلا ما تبقاش كافيه. انا عايزك تواجه الفيزياء، تعرف الفيزياء، تعرف هو جايب لك الستاندرد بتاع كل المواد، بتاع الماده بتاعتك، كل الاجزاء المهمه، كل القوانين اللي بتاعتك، كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها. فانت هتلاقيه اكتبها وراجع عليها مره واثنين وثلاثه. كمان الفيديو مش طويل، ده فيديو 7 ساعات، فانت لو الفيديو ده كررته مرتين اقسم بالله انت كل الثوابت بتاعتك انت هتفهمها. طب يا احمد، انا محتاج اسمع قوانين وافهم القوانين، ومحتاج بقى احل. جايب لك فيديو 300 فكره نظري. تقول لي يا احمد ده نظري، ما انت النظري كده كده يعتبر هو الام سي كيو بتاعك او الاختياري بتاعك. ما انت الاختياري نفس الصيغه، بس الفكره في النظري ان هو ما بيجيبلكش اختيارات. فانت لما تحل كل الافكار بتاعتك بتعملها في 300 فكره ب 300، ب 300 فكره ب 300 قانون مثلا، بكل القوانين بتاعتك. انت ما عندكش 300 قانون، انت ممكن اكتر او اقل يعني مش فاكر. بس انت لما تحل كل القوانين بتاعتك تلاقيها قدامك وانت بتحل عليها وتطبق عليها، فانت كده هترتاح. برضه كده 300 فكره برضه هتلاقي قدامك على الشاشه. يبقى انت كده عندك فيديو 7 ساعات هنذاكره اونلاين، وفيديو تاني 300 فكره. تمام، 300 فكره نظري لامم كل افكار المنهج. خلصنا الفيزياء، نخش على الكيمياء. في مستر اسمه محمود الغرباوي شرح الكيمياء على جزئين، الكيمياء العامه وخش على العضويه. وبسم الله ما شاء الله انا شفت اجزاء كتيره من الشرح، وشفت ناس كتير بتشكر فيه، اقسم بالله تفصيلي، شرح تفصيلي. كل اجزاء الكيمياء موجوده بالملي، انت مش محتاج حاجه تاني. كده اسمه محمود الغرواي، برضو الفيديو يظهر قدامك على الشاشه. خش على الاحياء. الاحياء دي محمد ايمن، بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو بتاع 2025. كان في فيديو اسمه ثلثي المنهج. انا الفيديو ده انا عايزك تسمعه بس، هظهره لك على الشاشه. برضو هجيب لك اللي هو البلاي ليست كلها قدامك. انا عايزك تسمع الفيديو ده بس بتاع ثلثي المنهج، وتسيب الجزء الاخير ده اليوم اللي ليله الامتحان. انت عندك 7 ايام فاصل ما بين الاحياء، انت فاهمني؟ فانت ممكن تذاكر فيه اصلا الماده دي كلها من اول وجديد. كده خلصنا الاحياء، نخش بقى على الرياضه. تمام، في مستر اسمه محمد ابو زايد، انا جايب لك لكل فروع الرياضه شارحها بالتفصيل، موجوده بلاي ليست قدامك على الشاشه. انا مش علم رياضه، بس انا لقيت ناس كتير قوي بتشكر فيه، وكمان يعني لقيت ناس كتير قوي بتشكر فيه في الكومنتات، وناس كتير اصلا بتقول لي ايه هتبقى الرياضه، انا رياضه ومش مذاكر وهكذا. فانا حاولت ان انا اساعدك. هتلاقي الفيديو ده في قدامك على الشاشه، وباذن الله يفيد قوي. نخش على التاريخ والجغرافيا. التاريخ انا جايب لك مراجعه لكل الفصول بتاعت التاريخ بتاعتك. يعني انا برضو بحاول اساعدك اقسم بالله. في ناس كتير قوي بتشكر في المدرب في المستر ده، وناس كمان السنه اللي فاتت لما كنت معايا قناه تانية انا كنت جايبه للطلبه اللي معايا، وفي ناس كتير قوي بعد ما خلصت جت شكرني اقسم بالله. يعني هي نفس الفيديوهات كان موجوده السنه اللي فاتت، وبجد مفيده قوي. فانت الفيديوهات دي هتلاقيها قدامك على الشاشه، مراجعه كل الفصول بتاعتك. تمام، عندك الاستاذ محمد طلب. تمام، خش بعد كده على الجغرافيا. الجغرافيا دي بقى اللي سكر. انا اقسم بالله شفت الفيديوهات دي من بره كده، والتتر بتاع الفيديوهات دي من بره اللي هو عامله، اقسم بالله جميل قوي. اسمه حاجه اسمها كده، بلاي ليست اسمها عصير الجغرافيا لمستر جمعه السيد، شارح فيها كل اجزاء الجغرافيا. بص قاعد كده بيشرح كل حاجه في الجغرافيا وشرح تفصيلي، وده اللي انت محتاجه. انا حاولت ان انا اساعدك، وكنت بحاول بس اجري في الفيديو عشان ما يكونش فيديو طويل وكله يستفاد. يا ريت تقللوا الخوف، يا ريت تقللوا الاكتئاب، يا ريت تحاولوا بس تكونوا قريبين من ربنا. حتى لو انت كنت بعيد حاول تقرب من ربنا، لان هو ربنا عز وجل هو ملجأك الوحيد، هو الوحيد اللي هيساعدك. ربنا عز وجل كريم قوي، وانت اقسم بالله هتبقى ضايع وانت بعيد عن ربنا. فحاول دايما تبقى كويس، حاول دايما تبقى نفسيتك كويسه، حاول دايما ما تكتئبش وتعمل اللي عليك وبس، وتركز بس انك تعمل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا عز وجل. اتمنى لكم كل خير. بس الفيديو ده كان على روح والدي الله يرحمه، فيا ريت بس تدعوا له بالرحمه والمغفره، وتعملوا لايك وشير لكل الناس اللي ممكن يعني عارفين اللي هي محتاجه الفيديو ده. مع السلامه.